السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سيداتي وسادتي متابعينا متابعاتنا عبر قناة المنتخب وعبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة التلفزيونية المخلدة بطبيعة الحال لحدث كبير، لحدث استثنائي، لحدث تاريخي، وكيف لا يكون تاريخيا، وهو فوز يتحقق للفريق الوطني في كأس العالم بعد انتظار عفوا دام قرابة يعني 24 سنة منذ آخر فوز حققه الفريق الوطني على حساب المنتخب الاسكتلندي في نهائية كأس العالم 1998 بفرنسا. كيف لا يكون يوما تاريخيا ومشهودا، والفريق الوطني يحقق فوز على المنتخب البلجيكي والفوز الثالث لأسود الأطلس في تاريخ مشاركة بنهائية كأس العالم. كيف لا يكون يوما تاريخيا، والفريق الوطني تمكن من تجاوز واحد من أعتى المنتخبات العالمية بعد النقطة الرائعة التي حققها أمام منتخب كرواتيا. ها هو يؤكد عن جدارة هذه النقطة، عن أهمية هذه النقطة، يستثمرها على نحو أفضل ويحقق الفوز الذي خلق السعادة والبهجة وأشع فرحة في جميع ربوع الوطن وفي كل مكان وفي كل شبر من هذا العالم يتواجد فيه مغاربة العالم. أشع الفرح أيضا بين الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب. كيف لا، وهذا الفوز هو الفوز الثاني لقارة إفريقيا بكأس العالم. كيف لا، وهذا هو الفوز الثاني للعرب في كأس العالم. كيف لا، وهذا الفوز يقرب الفريق الوطني من تكرار أو من معادلة الإنجاز الرائع الذي تحقق قبل 36 سنة لما نجح الفريق الوطني في أن يكون أول منتخب عربي إفريقي يتجاوز الدور الأول ويصل للدور الثمانيني. كان ذلك في مونديال 86 على جيل الأساطير، جيل عزيز بودربالة وبدو الزكي، بويحيوي، بياز، خليفة العبد المريس، عبد المجيد الظلمي رحمة الله عليه، الأسطورة سي محمد التيمومي، مصطفى الحداوي، عبد الرزاق خيري، كريمو، كل اللاعبين الذين أتتوا ذاك الجيل الأسطوري والجيل الرائع. ها هو جيل غانم سايس، جيل أشرف حكيمي، حكيم زياش، يوسف النصيري، نايف أقرد، نصير مزراوي، سفيان أمرابط، سليم أملاح، سفيان بوفال، وعز الدين أوناحي، وحمد الله وصابري وزكريا بوخلال. ها هو يكرر هذا الإنجاز التاريخي ويعطينا فوزا إن شاء الله. نتمناه ماشي فقط على أنه يكون فوز تاريخي يصالح الفريق الوطني مع الانتصارات على مستوى كأس العالم، لا، ليس هذا فقط، ولكن نريده أن يكون فوزا ممهدا إن شاء الله لتحقيق إنجاز العبور إلى الدور الثاني. إذا لنأتي إلى هذه المباراة الملحمية، ويمكن لي نسميها بهذا الاسم، وهذا هو الاسم اللي كينطبق عليها، مباراة ملحمية على كافة المستويات. وتذكرون جيدا لما علقت على مباراة المنتخب الكرواتي، البعض استهجن الأداء، البعض قال على أن كان ممكن أننا نربحوا ديك المباراة، ولكن ما ربحناش لأن ما كناش كنتمتعوا بالجرأة الهجومية اللازمة. وقلت شخصيا على أن رهبة البداية، على أن الدخول إلى كأس العالم والخوف من الوقوع في شرك الخسارة التي تغلق تقريبا الأبواب أمام أي تأهل، خاصة بالمنتخبات اللي ما عندهاش تقاليد كأس العالم، اللي ما كتحضرش لكأس العالم بشكل قوي وباش تنافس على الادوار المتقدمه. كان هناك خوف عفوا عند المنتخب المغربي على انه يخطئ الطريق، وبقات الصوره ملازمه اللاعبين، صوره المباراه ديال الفريق الوطني امام المنتخب الايران في نهائيه كاس العالم 2018 بروسيا، لما الفريق الوطني تسيد مباراه ايران، ولكن بالنيران الصديقه كينهزم في الثواني الاخيره بكره طائشه، كينهزم وتضيع عليه نقطه، 3 نقاط كامله، لا هو تعادل ولا هو فاز، وبالتالي كان هذاك الخساره كانت يعني عدمات بشكل كبير الامل. هذا الخوف من ان يتكرر نفس السيناريو هو اللي رافق الفريق الوطني في مباراه كرواتيا. فلذلك انا قلت على ان التدبير اللي غادي يكون بعد هذه النقطه غادي يكون من اجل استثمارها على النحو الافضل، والاستثمار ديالها على النحو الافضل كان يقول بشيئين اثنين لا ثالث لهما، وهو ما امن به وليد الركراكي بطبيعه الحال. الشيء الاول
هو نحافظوا على الصلابة الدفاعية، نحافظوا على ما أسميه أنا بالقتالية على مستوى الدفاع، نحافظوا على قوة منظومتنا الدفاعية بحيث أننا نكونوا محصنين المنطقة ديالنا، ماشي نلعبوا بشكل متأخر ونتركوا المبادرة للفريق المنافس، ولكن باش نكونوا فعالين في استرجاع الكرة، نكونوا فعالين في صد هجمات الفريق المنافس. وغنقول لكم بأن المهمة كانت كتبدو صعبة بالنظر لكثير من المعطيات التي سأريدها من خلال هذه المداخلة. عموما يعني كان هذا هو الشيء الأول. الشيء الثاني أننا إضافة إلى الحفاظ على هذه المنظومة الدفاعية على قوتها وصلابتها، أننا نمشيو نكونوا أكثر جرأة على مستوى الهجوم، لأنه غادي يتاح لنا فرص خلال مباراة كرواتيا، ولا يمكن بأي مباراة بلجيكا عفوا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أننا نضيعوا الفرصة ديالنا إذا سنحت لنا. بطبيعة الحال شاهدنا أن المدرب وليد الركراكي ثابت على مواقفه، اعتمد على ذات التشكيل، على ذات الاستراتيجية وعلى ذات اللاعبين، ولكنه أوصى بضرورة أنه يكون عندنا ان كرون فير لاتاك، يعني يكون عندنا محاولة للاعبين بشكل متقدم، ولو أنه سيضغط علينا من طرف الفريق المنافس، سنرغم من طرف الفريق المنافس على أننا نلعبه في المنطقة ديالنا، خاصة وأن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي فطن إلى أن الفريق الوطني كيتمتع بأدوات قوية على مستوى الأظهرة، كيتمتع بقدرة رهيبة جدا على أنه يلدغ المنافس ديالو في حال ما إذا نجح في إخراج الكرة سليمة من خط الدفاع، يعني إخراج الكرة من المنطقة لو الفريق الوطني أجدها إلا ويكون خطيرا على منافسه. لذلك شنو غادي يعمل؟ عمل على تعديل الخطة التكتيكية ديالو، تخلى على شاكلة 3-5-2 اللي تعود يلعب بها منذ وقت طويل، ورجع إلى 4-2-1-3 أو 4-2-3-1 في محاولة للضغط بشكل متقدم على لاعبي الفريق الوطني، وعمد إلى أنه يعمل 3 ديال التغييرات تقريبا: إدخال مونيي في الرواق الأيمن، إدخال اللاعب أونانا في وسط الميدان، وكذلك إدخال تورغان أزاغ شقيق إيدين أزاغ، بحيث أنه بدأ المنتخب البلجيكي كيضغط ب4 ديال اللاعبين اللي هما باتشواي، اللي هما تورغان أزاغ، اللي هما إيدين أزاغ، وهما أيضا وأيضا كيفن دي بروين. ال4 كيحاولوا يضيقوا الخناق على اللاعبين المغربي باش يدفعوهم الى تشتيت الكره، ولماذا لا يتصيدون خطا على مستوى اخراج الكره من المنطقه. وشاهدنا كيف ان الفريق الوطني رضى بهذا الامر هذا، وحاول ما امكن يتكيف مع هذا المعطى التكتيكي باش يخرج المباراه بطريقه سليمه. ضغط عليه بشكل كبير، تخوفنا من أنه يمكن يرتبك، يمكن يخطأ، ولكن ولله الحمد، وهذه روعة الإنجاز هنا، أن لما كتبغي تفوز، لما كتبغي تحقق ملحمة كروية، خصك تبدأ اولا بخط دفاعك، انك تحاول قدر ما تستطيع انه ما يدخلوكش الاهداف، ما ترتكبش الاخطاء باش ما تحبطش. وهذا ما فعله الفريق الوطني، بقى مركز بشكل كبير في منظومته الدفاعيه. ومن كتكلم على المنظومه الدفاعيه وراح شاهدت ذلك، كتبدا من يوسف النصيري المهاجم الاوسط الى الحارس منير المحمدي اللي تفاجئنا بظهوره، لان كان القلق يساورنا على مصير لاعبين هما أشرف حكيمي ونصير مزراوي بحكم 3 أيام العصيبة اللي أمضيناها، وكانت هناك شكوك حول مشاركتهما، ولكن ولله الحمد تعافيا ودخلوا للمباراة. إلا أنه الطارئ اللي غادي يوقع في آخر لحظة أن حارسنا الكبير ياسين بونو غادي يضطر انه يغادر المباراه عند عزف النشيد الوطني، غادر المباراه وترك مكانه لمنير المحمدي اللي غيقوم بمباراه بطوليه، وغادي يعادل رقم الزكي بدو، بحيث انه غادي يلعب رابع مباراه ديالو في كاس العالم بعد ال3 مباريات اللي لعبهم في كاس العالم 2018. الفريق الوطني اذا بحال اللي قلت صمد امام هذا المد القوي للمنتخب البلجيكي، ما انهارش في اي منظومته الدفاعيه، ما انهارش في اي لحظه، وتدريجيا مع مرور الدقائق، لان المنسوب اللياقي
حتى التركيز غيبدا يضعف عند المنتخب البلجيكي، لانه يأس، حاول يعمل جميع الاشياء، يحاول بالاختراق، حاول بالكرات الساقطه، حاول بالمراوغات، بالتسديد من بعيد، حاول قدر ما يستطيع انه يفك هذه الشفره الدفاعيه القويه اللي يهنأ عليها وليد الركراكي، لانه وضع لها الاساسات ولا بينت يعني خرسانات دفاعيه. وان كان الفريق الوطني منذ سنوات وهو يشتهر بانه افضل منتخب افريقي على مستوى بناء المنظومات الدفاعيه، بدليل انه لا يستقبل اهداف كثيره، بدليل ايضا ان هذه سادس مباراه كي يدير فيها الفريق الوطني الكلين شيت، وهذا انجاز رائع وجميل كيأكد الى اي حد اننا كنتوفروا على مدافعينا من العيار الثقيل. مع مرور الدقائق غادي يولي الفريق الوطني انه يبدا المناوره ديالو، وهنا لابد انه الانسان يشيد بالمباراة الرائعة لحكيم زياش. حكيم زياش اللي حقيقة أصر وليد الركراكي على أنه يعطيه كثير من المباريات. لماذا؟ باش يرفع من اللياقه ديالو، باش يرفع من الجاهزيه ديالو. ولكم كان رائعا هذا الفتى، لكم كان فنانا، لكم كان ممتعا في كل شيء، في ادائه الدفاعي كما في ادائه الهجومي، الى درجه انه غادي ينجح في اخر دقيقه من الجوله الاولى في تسجيل الهدف، لولا ان الحكم سيزار المكسيكي عفوا سيلجأ الى شاشة الفار باش يلغي الهدف بدعوى وجود تسلل على سايس، وهكذا حرمنا من تقدم كان سيكون استراتيجيا في نهاية الشوط الاول من المباراة. بعد ذلك خلال الجولة الثانية الفريق الوطني غادي يولي يحسن نسبيا من أداء الهجومي، وغادي نلاحظوا على انه وكأن منتخب بلجيكا بدا يفرغ من الحملات البدنيه ديالو، بدا كينهار لحظه بلحظه. وانذاك بدينا كنقولوا على ان هذه هي فرصه الفريق الوطني لكي ينقض على المنتخب البلجيكي ويسيطر عليه، ولماذا لا يبحث ان شاء الله على الهدف اللي غادي يحررنا جميعا. وكان علينا اننا ننتظروا الاخر 20 دقيقه من الجوله الاولى باش يقوم وليد الركراكي بما يسمى في ذاك الشطرنج شيكي مات، بمعنى انه غادي يقوم بتبديلات على درجه كبيره من الرصانه، بحيث انه سيتم ادخال كل من عبد الحميد صابري، عبد الرزاق حمد الله، وزكريا ابو خلال. البدايه نفس الهدف اللي اترفض لحكيم زياش، غتجي واحد الخطا جانبي شاهدته، غادي يمشي عبد الحميد صابري، غادي يترجى حكيم زياش بانه يخليه يسدده، وبالفعل سدد عبد الحميد صابري و يعني حجب الرؤيه سايس على العملاق تيبو كورتوا، كان هو الهدف الاول ديال الفريق الوطني. وبعد ذلك كان متوقع على ان المنتخب البلجيكي يلعب الكل، لعب باوراق التبديلات، باوراق التغييرات، غير الشاكله، غير المنظومه، وضغط بشكل كبير على الفريق الوطني. ولكن استأسد الفريق الوطني حتى مع دخول جواد يميق اللي انضاف الى الاسوار الاطلسيه، الجبال العاتيه، جبال الريف، جبال الاطلس اللي وقفت شامخه امام الهجوم البلجيكي، واحبطت كل المحاولات باش الفريق الوطني يبقى متقدم الى غايه الدقه 90. كنا كنتمناو انه من شي مرتد الفريق الوطني يمشي ويلدغ المنتخب التركي، عفوا المنتخب البلجيكي، ويقضي عليه تماما. وهذا ما كان في الدقه 90 من يعني اش غنقول لكم، فاصل موسيقي، فاصل تكتيكي، جمله تكتيكيه ولا اجمل، كتنطلق من وسط الميدان كتوصل عند الفنان حكيم زياش اللي ظننا بانه ارهق. الراجل يعني استنزف في المنسوب البدني بكامله، لانه كان كيقوم بالادوار الدفاعيه، ولكن وكأن الله سبحانه وتعالى نفخ في روحه في هذيك اللحظه، بحيث مشى بقوه، خدا الكره، موه وضعها امام زكريا بوخلال اللي تكلمنا على ان مجيئه الى تولوز غير في اشياء كثيره داكشي المعلمين الكبار، وضع الكرة في الزاوية 90، وماذا ترك لتيبو كورتوا الحارس العملاق لبلجيكا إلا أن يقبض الهواء. أما الكرة فقد استقرت في الشباك، وكان هذا هو الهدف الثاني، الهدف الملحمي باش الفريق الوطني المغربي يحقق فوز
انا اعتقد على انه غادي يضل للتاريخ، لانه اولا كيتأر لنا من خساره ما زلت اذكر مرارتها امام المنتخب البلجيكي سنه 1994 في المونديال الولايات المتحده الامريكيه، لما لعبنا مقابله كبيره وخسرنا بهدف دغريز. اعتقد هذه المباراه تأرت لنا من هذيك الهزيمه الموجبه للحزن الى الان، ومازال الحزن داخلي، الا انه تحررت منه كاملا انا ومن هم من جيلي اللي عاشوا ديك اللحظات تحرر منه الفريق الوطني. ولله الحمد كيحقق هذا الفوز التاريخي، الفوز الثالث له في نهائية كأس العالم. وأيضا ينجح مدرب مغربي اسمه وليد الركراكي في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، لأنه ماشي فقط أول مدرب مغربي كيحصل على نقطة في نهاية كأس العالم، ولكن أول مدرب مغربي كيحقق الفوز في نهاية كأس العالم. وهذا ما كيبرر ما كنا دائما نذهب إليه، ثقتنا بأطرنا التقنية الوطنية، ثقتنا بأبناء هذا الوطن ليصنعوا له الملاحم الكروية الكبيرة. الملحمة هذه اللي المغاربة من أجلها خرجوا في المغرب، في المدن، في القرى، في المداشر، وفي كل مكان تواجدوا في هذا العالم، خرجوا ليحتفلوا بأسودهم، خرجوا ليحتفلوا بإنجازهم التاريخي. طبيعة الحال احنا الآن في لحظة فرح، ولكن ما إن يأتي يوم جديد إن شاء الله، يوم الغد، حتى غادي يكون الفريق الوطني قد شرع في التحضير لمباراته القادمة، لأن لا نريد لهذه الملحمة أن تتوقف عند هذا الحد أبدا أبدا أبدا، لا نريدها أن تتوقف عند الحد. نريد للفريق الوطني أن يذهب إلى أبعد نقطة ممكنة، والأول نقطة يمكن يفرحنا هو أننا نصنعوا التأهل ديالنا اللي أصبح على مرمى حجر. اليوم عندنا 4 ديال النقاط، ممكن نبقاو في صدارة المجموعة بعد مباراة كرواتيا وكندا. صدارة المجموعة نحافظوا عليها، ولكن غادي تكون مهمتنا أمام المنتخب الكندي هو أننا نجسدوا هذا التفوق اللي كان امام منتخب بلجيكا، ونلعبوا كيف قال وليد دائما بالعقليه الانتصاريه. ندخلوا مباراه كندا يوم الخميس القادم ان شاء الله من اجل اننا نربحوا، من اجل اننا نضربوا لجماهيرنا والمغاربه كاملين موعد جديد مع الفرح، مع السعاده. ادام الله علينا هذه الايام الجميله، هذه اللحظات الجميله اللي كنستحقوها. واشكر من خلال هذا المنبر كل الجماهير العربية التي احتفلت بهذا الإنجاز، كل الجماهير الإفريقية اللي احتفلت بهذا الإنجاز، بهذا الفوز الرائع ديال المنتخب المغربي. أشكر كل زملائي الإعلاميين من كل الأقطاب، من كل الدول العربية الذين هنؤوني وهنؤوا المغاربة على فوزهم، وقالوا بالفعل أنتم أسود الأطلس، أسود بحق وحقيق. إلى أن نلتقي في إطلالة قادمة بحول الله، على إيقاع الفرح، على إيقاع الاحتفال، على إيقاع تشريف هذا العالم الوطني. أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات، تبقوا على خير وإلى اللقاء.